اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. هنا احنا جبنا بقى خضار، اشترينا كزبرة واشترينا برتقان يصفي واشترينا خيار واشترينا الجزر. هنا 8 كيلو واخدته ب30 جنيه. وعندي هنا البطاطس 4 كيلو ب40 جنيه. وهنا الخيار ب10 جنيه. اشتريت بتاع 4 كيلو. هخلل الصغير ده هخلله، والكبير طبعا هنقطع له السلطة وكده. وجبنا لنا عداية طماطم كده كانت ب100 جنيه. هنشوف هنفرزها ازاي وهنعملها ازاي. بس دلوقتي هعمل لكم فيديو تاني للتفريز دي. انا بس حبيت ان انا اوريه لكم كده هنشوف هنعمل ايه. وهنا عندنا برضو التوم، هيبتدي يطلع التوم الجديد والقديم ده ابتدينا ان احنا عايزين نفصفصه كده عشان خلاص ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين رمضان ونحضر لرمضان وكده. تمام. النهارده طبعا زي ما انتم عارفين الجمعه، ركبت لي عملت فرخه تمام وحطيتها على البوتاجاز وجنبيها عملت الرز. و هنعمل بقى البسله. قطعت البصله حطيتها بحله وبعد كده حطيت الزيت قلبتها شويه كده. قلبت الزيت زي ما انتوا شايفين كده. قلبت البصلة اصفر وادي البسلة اللي احنا هنحطها تمام. وهقطع عليها بطاطساية كده. اهي البطاطساية دي ان شاء الله باذن ربنا هقطعها كده. وادي خلطة الطماطم زي ما انتوا شايفين كانت مسبكة وكده، فخلطناها بس خلطة خفيفة كده. وهنا عندي بقى خطة الورق اللورا والزيت، وابتديت ان انا قلبت تقليبة حلوة. ما تنسونيش طبعا باللايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي، وعيلتي تكبر بيكم ان شاء الله. ابتديت ان هنا اقلب، والبطاطس اهو زي ما انتوا شايفين هقطعها خلاص كده. حطيت الملح وحطيت الفلفل وحطيت الشطة عليها كده، وابتديت ان انا هقلبها تمام. حطيت الفلفل هنا والملح. هبتدي ان انا احط الشطه فوقيها. شطه طبعا خضره لو في خضره، بس ما كانش في اخضر عندنا، فحطيت اللي هو الشطه الناشفه اللي هي الشطه الحمراء تمام. ابتديت ان انا اقلبها. حطيت بعد كده فص الثوم، فصين 3 فصوص ثوم اسفه، وقطعتها كده بالسكينه. وابتديت ان انا اشوحها عشان تدي ريحه ونكهه حلوه للبسله. هنا بقى كان خطة الشطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنا بقى هنبتدي نحط الصلصة عليها اللي احنا خلطناها اللي انتوا شفتوها تمام. هنقلبها كده تقليبة حلوة. وهنا كنت عملت جبنة زي ما انتوا شفتوها المرة اللي فاتت، وبقى عملتها وخطيتها بقى في الكيس دي العلاقة. حطيتها بقى في الشكارة اللي احنا عملناها مع بعض، وخطيت فيها الجبنة. وشفت اللي بتطلع بقى المية منها الجبنة، عشان لما تنشف ان شاء الله هبتدي اقطعها واوريها لكم احطها في العلبة ان شاء الله واحطها في الفريزر. هنا كنت قطعت خلاص البطاطس وابتدت تسبكت حلو خالص. هبتدي هحط ايه بقى البسلة مع الجزر مع البطاطس تمام. هسيبها كده اقلبها، وبعد كده ابتدي ان انا اغطيها. ما شاء الله طلعت هايلة وفظيعة. حطيت ابتديت ان انا بقى خلاص كانت الفرخة طلعتها، وابتديت ان انا اخد كبشتين من الشوربة تمام. وهبتدي بقى خلاص كده اقلبها واغطيها ان شاء الله. هنعمل بقى جنبيها بقى طبيخ. طبعا احنا ملينا من السبانخ والجرثومة كده، فهنعمل الكزبرة كمان هايلة بسم الله ما شاء الله جميلة. حطينا هنا حلة الشوربة. هنا
هنغسل الخضار دي اللي هو الكزبرة. دقينا هنا التوم تمام. هناخد حتة بقى نصه للطافية ونصه في الشوربة دي. حطيت ورق لورا، حطيت شطة بقى ناشفة، احنا حاطين في الشوربة ورق لورا بس هنحط هنا يعني ان هي برضو تحلي برضو الطبيخ وكده، تبقى ليها مذاق حلو كده اللورا. حطيت الملح وهحط بعد كده ورقة اللورا هنا بس هشيلها عند الفرك. هنا غطيت الحلة زي ما انتوا شايفين حبايبي، وحطيت هنا الكربونات، وبعد كده غسلت الخضرة الكزبرة دي وخطيتها بقى. بسم الله ما شاء الله، جربوها حلوة خالص وخفيفة تمام. بما اني بقى عاملاها حسابين اخو الجرتم وكده فحبينا نجدد. خطينا بقى الكزبرة، هنبتدي بقى نغطيها شوية نسيبها نغلي. حطيت الكربونات فوقيها برضو حتة صغيرة. ابتديت بقى بالمفرقة كده ادوس وهغطيها تمام. وهنيجي نعمل بقى ايه خلاص غليت ورحنا فركناها كده حلو. وبعد كده خطينا البامية الناشفة وشوية الدقيق زي ما شفتوا حضراتكم في الفيديو اللي فات تمام. خلصت هنا بسم الله ما شاء الله، كان الاكل خلاص جاهز. ادي قطعت السلطة على البسلة على لسان عصفور كان جنبيها والرز والفرخة، وادي هنا كانت الكزبرة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم، باي.